ضحى قتلت حماتها عشان تساعد أهلها. وقبل ما تتعجبوا أحكي لكم حكايتها. الست بريالة عندها 3 صبيان، جوزت الولدين الكبار وفضلش غير محمد الولد الصغير، واختارت له ضحى اللي الناس شكرت فيها وقالت إن أهلها ناس طيبين. والولاد قسموا الأسبوع بحيث كل واحد فيهم يقعد هو ومراته مع أمهم يومين. ولما كملت ضحى 10 شهور من الجواز حصل حمل. وكانت حماتها حنينة عليها وبتحاول تخفف عنها الشغل على قد ما تقدر. بس ضحى لاحظت إن في ناس غريبة بتيجي البيت وبتطلب من حماتها فلوس، وحماتها ما بتتأخرش عن حد. وضحى لاحظت إن حماتها بتنقل الفلوس والذهب من مكان للتاني وكأنها خايفة عليه من السرقة. وفي يوم جه تليفون لضحى من أهلها وبيشتكوا لها إن الحالة عندهم بقت صعبة وإن الأقساط بتاعتهم مش قادرين يدفعوها، ما هم كانوا جايبين جهازها بالقسط. ضحى فكرت وقالت آخد من حماتي زي الناس الغرب ما بياخدوا. بس هنا قالت طب ومنظري قدام جوزي هيبقى شكله ايه لما يعرف ان احنا اهلنا معهمش فلوس ومش قادرين يدفعوا قسط جهازي. ضحى خافت على منظرها قدام جوزها لما يعرف ان اهلها ناس بساط ومعهمش فلوس، لكن ما فكرتش ان هيبقى شكلها ايه لما تعمل اللي هتعمله، عشان هي فكرت ان هي تسرق حماتها. بس تسرقها ازاي؟ ده حماتها ناصحة وكل يوم بتحط ذهبها وفلوسها بحتة. وبدأت ضحى تراقب حماتها لغاية لما عرفت ان هي حاطة الذهب في الدولاب، فخططت انها تسرقها. بس تسرقها ازاي؟ المفتاح معاها على طول وحطاه في كيس الفلوس ومعاها وهي صاحية وهي نايمة. وهنا فكرت ضحى انها تخدرها، بس التفكير وصل ان هي ست بتاخد دواء، والدواء ده لما الجرعة بتزيد ممكن تنام شوية كتار. وهنا ضحى ما ترددتش وراحت مدية حماتها الدواء وزودت الجرعة، والست ما خدتش بالها. ولما ضحى لقيتها نامت مدت ايديها في الكيس بتاع الفلوس وخدت المفتاح منها وجرت على الدولاب عشان تفتحه. وكانت المفاجأة ان المفتاح ما فتحش الدولاب. بقت ضحى محتارة هتعمل ايه. فكرت انه تفتحه بالعافية حتى لو بشاكوش. جابت الشاكوش وقعدت تفتح في الضرفة، والخبط والرزع صح حماتها. واتفاجئت ضحى وبصت وراها لقت حماتها بتقول لها ايه اللي بتعمليه ده يا ضحى؟ انت بتسرقيني. وهنا ضحى ما قدرش تفكر غير ان هي تتخلص من حماتها قبل ما تفضحها، وجرت على البطانية وراحت حطاها على وش حماتها وفضلت تخنق فيها. الست الكبيرة اللي فوق ال70 سنة مش قادرة تقاوم واتخنقت في ايديها. ولما اتأكدت ضحى ان حماتها ماتت كملت فتح الدولاب ولقت فيه 22,000 جنيه، ولقت ذهب للحاجة. خدت ضحى الفلوس والذهب وحفرت لهم مكان وحطتهم فيها، ورجعت لحماتها ولقت حماتها في ايديها خاتم ذهب. ضحى طمعت في الخاتم حتى اللي الحاجة لابساه وراحت مقلعاه لها ولابساه هي. وهنا بقى فكرت ازاي هتبلغ الناس بالجريمة. ما هي ضحى خططت للسرقة ما خططتش للقتل، وهداها تفكيرها الشيطاني إنها تصرخ وتقول يلحقوا يشوفوا حماتي إيه اللي جرالها. الناس دخلت ولقت الست في ريال ميتة وبلغوا الشرطة اللي بدأوا يسألوا. وأول واحدة سألوها طبعا كانت ضحى عشان هي آخر واحدة كانت معاها. وضحى قالت إن هي فطرت حماتها أو اديتها دواها ودخلت تعمل الغدا، وفجأة الباب خبط. لقت راجل قدامها أول مرة تشوفه وسألها على حماتها، ولما لسه بتسأله هو مين خبطها بحاجة وقعت على الأرض أغمى عليها. ولما فاقت لقت حماتها ميتة وعلى وشها مطانية. المباحث حققت مع الجميع بس لاحظوا إن ضحى كلامها كله بيغلط بعضه، وكمان حزنها مبالغ فيه وصراخها وعويلها كل ده ما بيخلش على رجال المباحث اللي لاحظوا الخاتم اللي في ايديها. ولما سألوا عن الخاتم كل اللي حواليها قالوا ان ده خاتم حماتها الست في ريال القتيلة. وبدأت تحريات عن ضحى وأهلها، واتعرف ان أهلها ناس بساط وناس محتاجة للفلوس. وبالتحقيق مع ضحى اعترفت بكل اللي جرى واللي عملته مع حماتها اللي أمنت لها ودخلتها بيتها. وتم إحالة ضحى لمحكمة الجنايات اللي حكموها بتهمة القتل بغرض السرقة. وفي الختام وقبل ما أقول سلام أفكركم بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وأشوفكم مع قضية تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.